شفنا الفيديوهات اللي فاتت ازاي نصدر السلابس بتاعتنا على من برنامج الايتابس على برنامج السيف. شفنا ازاي بنتشيك ديفليكشن وبانشنج للبلاطات، وشفنا ازاي نسيف البانشنج ان كيس ان هو كان انسيف بطريقتين، سواء كانت ب ان انا ازود السمك بتاع البلاطه باستخدام الدروب بانل او الاب بانل، او باستخدام الستيرفز ريبار. هنرجع لبرنامج الايتابس مره تانية، نفتكر احنا ليه رحنا برنامج السيف دلوقتي. نتيجه ان احنا عايزين نعرف هل السمك بتاع البلاطه سيف كسيرفيس ليميت ستيت. اقصد بالسيرفيس ليميت ستيت زي ما شرحها باشمهندس علاء، اني اقصد ان هو يبقى سيف كديفليكشن وبانشنج. فاحنا دلوقتي خرجنا من برنامج السيف بدبس للبلاطه، اكيد هيبقى اكبر بكتير من اللي احنا فرضينه. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنروح لبرنامج الايتابس نطبق او نوقع السمك اللي احنا لقيناه في برنامج السيف، او اللي حصلنا عليه باستخدام برنامج السيف. على سبيل المثال احنا شفنا ان البلاطات ديت سمكها ما كانش 16، لا ده ممكن تكون وصلت ل 20. فبالتالي هروح اغير البلاطات ديت، اعمل assign ل اس 200، وبالتالي انا كده عرفت ان البلاطات ديت بقت 200. شفت ان الدور الجراوند بقى الديفليكشن وصلهولي ل 28. خلاص هخش اعمل define slab، هاخد من ديت add copy property واعمل اس 280 واخلي السكنس دوت 280. ادوس اوكي. هختار السقف دوت واعمل assign shell slab 280. كده يبقى السكنس بتاع البلاطه بقت 280. منساش الاريا اللي اوريدي الصغيره اللي انا حاطط عليها الحمل الزياده، ان هي تزيد السمك بتاعها، علشان لما اجي اعمل ديزاين ما يكونش بعمل ديزاين على سكنس اقل. خلاص هختارهم assign shell slab section برضو 280. البلاطات بتاعت الحمام انا كنت اوريدي فارض ان هي نازله 6 سنتي، ان كيس ان هي كانت 20 سنتي، بس دلوقتي احنا شايفين ان هي وصلت 280. فبالتالي هعرف بلاطه جديده سمكها 220. برضه هنقلل نفس ال6 سنتي. خلاص 220، وهنا ديت هيبقى 220. اوكي. هختار جميع بلاطات الحمام واعمل assign shell slab اوصلها 220 وادوس اوكي. خلاص هطلع فوق بالمثل، اخلي السلابة بتاعتي 280، خلي ديت 280 برضو. assign shell slab 280، وهختار بلاطات الحمامات بالمثل واخليها 220. يبقى انا كده الشغل بتاعي بقى مظبوط كسمك بلاطات. خلاص هطلع بره في ال 3D واعمل رن. المفروض ان انا دلوقتي منتظر ايه؟ منتظر ان انا عملت ديزاين مبدئي، عشان برضو نفتكر مع بعضنا احنا عملنا ايه. احنا عملنا الاول ديزاين مبدئي للاعمده بتاعتي، سيفت الاعمده بتاعتي بالبي ام ام ريشيو يكون اقل من 1. رحت برنامج السيف، جبت السيكنس
اللي هيسيف معايا سيرفيس ليميت ستيك كديفليكشن وبانشنج، طبقت او خدت السمك اللي انا حصلت عليه من السيف، رحت بيه مرة تانية طبقته في موديل الايتابس. يبقى انا الموديل اللي معايا دلوقتي ده موديل فاينل. هطلع من الموديل الفاينل ده ايه؟ هطلع منه الديزاين بتاع الاعمدة والديزاين بتاع الكور او الشير وول. وانس ان هو عمل رن، هبدأ ان انا ادايزن الاعمدة مرة تانية، ونشوف هل الاعمدة اتغيرت ولا ستيل سيف. يبقى فهمنا دلوقتي احنا داخلين نعمل ايه في برنامج الايتابس. خلاص هو دلوقتي عمل رن. هعمل سيلكت بالاوبجكت كولومز، اعمل شو سيلكتد اونلي، وهسلكت الاعمده بتاعتي واعمل ديزاين ككونكريت فريم ديزاين. وانس ان هو خلص ديزاين، هنظهر البي ام ام ريشيو. هندوس على السهم دوت، ندوس على ديسبلاي ديزاين انفو، نختار البي ام ام ريشيو، ندوس اوكي. زي ما قلنا قبل كده ان الديزاين بتاع الاعمده علشان يبقى سيف لازم يبقى اقل من 1، ولكن برضو احنا بنبص ان الديزاين بتاعنا يبقى اوبتيمم ديزاين. يبقى البي ام ام ريشيو عشان نحصل على اوبتيمم ديزاين لازم البي ام ام ريشيو تتراوح من 0.6 و1، يبقى لازم تبقى اكبر من 0.6 او بتساويها على الاقل، و اصغر من 1. طيب لو بصينا على الاعمده بتاعتنا تمام، في عمود هنا وبصينا عليه كده هنلاقي ان البي ام ام ريشيو بتاعته اكبر من 1. طيب عايزين دلوقتي نخش جواه نفهم ايه الستريننج اكشن بتاعته، علشان على اساسه نختار الحل الامثل عشان اقدر اسيفه. نفتكر احنا كنا بنسيف ازاي الاعمده. عندنا حلين، يا هنكبر ابعاد يا نكتر تسليح، ما عندناش اي حل تاني. هو الحلين دول، يا نكبر الابعاد يا نكتر التسليح. التسليح بتاعنا زي ما قلنا قبل كده ان هو بيتراوح من 1% ماكسيموم 2%، علشان العمود بتاعي ما يعشش. لو النسبة بتاعتي عدت 2%، الأحسن إن أنا أكبر السيكنس، وبالتالي التسليح كمان هيزيد معايا، والعمود بتاعي أو القطاع بتاعي هيسيب. طيب علشان أشوف الستريننج أكشن عليه وآخد قرار، هقف على العمود أسلكت عليه وأدوس كليك يمين، هيفتح لي الشاشة ديت. هدوس على فليكشر ديتيل. أنا عايز دلوقتي اشوف ايه المومنت او الستريننج اكشن اللي عليه. هدوس على فليكشر وابص. مبدئيا اول لما هنبص هنلاقي دي المحاور بتاع العمود. ادي ده محور 2 وده محور 3. طيب نروح نشرح جزء مهم وانا كنت نوهت عليه المرة اللي فاتت. انا ده العمود بتاعي بنفس الشكل. المحاور بتاعتي شكلها عاملة كده، ده محور 2 وده محور 3. المومنت بتاعي دايما هو مومنت في الأعمدة دايما بيلف حوالين المحور، فبالتالي لو ده محور 2 يبقى أنا متوقع إن ده مومنت 2 ام 2. طيب لو ده محور 3 أنا مقتنع دايما إن المومنت بيلف حوالين القطاع، فبالتالي ده ام 3. ليه؟ نتيجة ان هو بيلف حوالين المحور. طيب من الشكل اللي انا شايفه دوت، انا متوقع دلوقتي ايه؟ متوقع ان ام 2 هيبقى اكبر من ام 3. ليه يا باشمهندس؟ نتيجة ان ام 2 بيوازيها القطاع الكبير، بيقاومها القطاع الكبير، انما ام 3 بيقاومها القطاع الصغير، فبالتالي انا متوقع من هنا ان ام 2 يبقى اكبر من ام 3.
ليه مرة تانية؟ نتيجة ان M22 بيقاومها او بيوازيها القطاع الكبير الاكبر H، انما M33 هو اللي بيوازيها القطاع الصغير. فبالتالي ده اللي انا متوقعه، فهمه من الستريننج اكشن ومتوقعها. طيب تعالوا نبص على الستريننج اكشن اللي عندنا. طبعا هنا زي ما شرحنا قبل كده، ده المسمى بتاع القطاع، بيقول لك خلي بالك ده موجود في الجراوند اللي انت واقف، اللي انت القطاع اللي انت عملت له سيلكت من العمود ده موجود في الانهي ليفل، انهي كومباينيشن اللي جابت لك الماكسيمم ديزاين، وهنا الابعاد، الكفر، كل المعلومات ديت انا عايز اوصل للاكسيال اند باي اكسيال مومنت فور بي التيميت وام التيميت 2 وام التيميت 3. انا هنا قلت ان انا متوقع ايه؟ متوقع ان ام 2 تبقى اكبر من ام 3. هروح دلوقتي اشوف البي التيميت، ده عليه 884 كيلو نيوتن. طب ام 2 32.04 كيلو نيوتن بر متر. ام 3 163.38. ايه ده يا باشمهندس؟ ده ام 3 هو اللي اكبر من ام 2. نرجع مرة تانية، ام 3 هو اللي اكبر من ام 2. ده معناه ايه؟ معناه ان المومنت الكبير اللي جاي على القطاع ده او العمود دوت، ده مش موازي للضلع الكبير، ده موازي للضلع الصغير. طيب انا قلت دلوقتي عندنا حلين عشان نسيف العمود، يا اما نكبر الابعاد يا اما نكتر التسليح. بس في الحالة ديت الحلين مش هيفيدوني. اقصد تكبير قطاع العمود، اقصد ان انا دايما بكبر القطاع الكبير لان انا متوقع ان المومنت الكبير دايما بيوازيه. انما هنا لو انا كبرت البعد الكبير مش هيأثر معايا. طيب لو كترت تسليح مش هيأثر قوي، بس هنشوف. انما المفروض الحل الامثل هو ان انا اكبر القطاع او الضلع اللي موازي لاكبر مومنت. يعني انا هنا هجرب 3 حلول. هنجرب اول حل، طبعا اول حاجه نشوف التسليح او القطاع ده محطوط له تسليح قد ايه. ده هنشوفه فين؟ في السكشن اي دي. عشان كده احنا كتبنا الصيغه بتاعه العمود. لو ترجعوا في الفيديوهات اللي فاتت احنا كتبنا صيغه العمود بالشكل ده. ليه؟ علشان نعرف من الاي دي بتاعه واحنا بنعمل ديزاين احنا حاطين نسبه تسليح قد ايه. فانا العمود ده انا حاطط فيه 12 تي 18. مبدئيا كده ديت كانت نسبة 1%. لا انا هخليها 12 تي 22، دي هتوصلني لل2%. خلاص يبقى انا هجرب 3 حلول. الحل الاولاني، واحد، هخلي القطاع بتاعي محطوط فيه 12 تي 22. تاني حل، العمود ده قطاعه 300 في 700، هخليه 300 في 800. يبقى مكان 700 لا هتبقى 800 واسيب 300. الحل بقى التالت، هخلي 300 دي 350. نشوف انهي حل اللي هيسيف لي العمود بتاعي دوت. طبعا اول لما هنلاقي الحل هنفهم ازاي الستريننج اكشن دي شغاله. طبعا انا اديتكم هنت دلوقتي، فهمتكم الستريننج اكشن دي ازاي شغاله كلود، كحمل على القطاع، كستريننج اكشن على القطاع. طيب انا قلت ازاي اسيفه؟ هو ده بقى اللي احنا هنشوفه دلوقتي. طيب تعالوا نفك الرن مع بعضينا ونجرب. ان اول حاجه العمود دوت هعمل define section properties frame، هروح على القطاع بتاعي 300 في 700 تي محطوط فيه 12 تي 18. هاخد من ده، هخش جواه الاول اخد الاسم بتاعه، اوكي، واعمل منه اد كوبي، هسميه بنفس الاسم واخلي ال 18 دي 22. ده لو نفتكر مع بعضينا اهو ده اول حل. خلاص اخليه تي 22، هخش بس في موديفاير بار اخلي ال 18 دي
22 وادوس اوكي. اوكي خلاص، هاجي على القطاع دوت اعمل له assign، وانا اهو هعمل له select assign frame section property. هروح اختار القطاع اللي انا اوريدي عملت له define. خلاص يبقى انا القطاع من فوق اهو مكتوب عليه سي 30 300 في 700 12 18، انما القطاع بتاعنا دلوقتي بقى اسمه ايه؟ سي 30 سي 300 في 700 12 تي 22. هعمل رن وابدا اشوف هل الحل اللي انا اخترته دوت، هل الحل دوت هيسيف لي العمود. نشوف. نعمل دلوقتي رن ونظهر برضو البي ام ام ريشيو بتاعت القطاع ونشوف هل سيف ولا لا. البي ام ام ريشيو بتاعت العمود كانت كام؟ كانت 1.04 او 02. نفرض ان هو 4. نشوف. تمام، هو بيعمل دلوقتي رن. تمام كده عمل رن. نعمل نسلكتهم ونعمل ديزاين ونشوف النسبة هتبقى كام. ممكن نظهر بس جاست العمود علشان ما نتلخبطش. طيب ديسبلاي الديزاين انفو وندوس اوكي. النسبة زي ما انتم شايفين 0.938 0.938. يبقى دي النسبة الأصلية. أول حل أول سوليوشن جاب لي 0.938. ده أول سوليوشن. طبعا كده القطاع بتاعي تمام سيف. طيب تعالوا نشوف تاني حل، اللي هو نخلي القطاع بدل ما هو 300 في 700 لا هنخليه 300 في 800 ونشوف. ده القطاع الأساسي بتاعنا 18. نرجع الحديد زي ما كان 300 في 700 لا هنخليها 300 في 800. خلي دي 800 ونخش في الرادار. نرجع تاني الحديد بتاعنا زي ما كان. ادي ده 18 وندوس اوكي. انا دلوقتي عملت ايه؟ رجعت القطاع بتاعي التسليح، نسبة التسليح فيه زي ما هي كانت 12 تي 18، بس خليت التي بدل ما هي 700 خليتها 800. يبقى انا دلوقتي شفت ايه؟ شفت اول حل. اول حل ان هو يبقى 12 تي 22 جابت لي 0.938. هنشوف دلوقتي تاني حل، وهو ان انا اكبر القطاع اللي يعتبر موازي للمومنت الصغير مش موازي للمومنت الكبير. نشوف هتدينا نسبة بي ام ام ريشيو قد ايه، وهل هتسيف القطاع لما اكبر الضلع اللي موازي للمومنت الصغير ولا لا. اول برضو لما يخلص رن نظهر نسبة البي ام ام ريشيو ونشوف. هو دايما العمود الثالث. ممكن كمان نظهر بس العمود دوت علشان ما نتلخبطش او يبقى الديزاين اسرع بالنسبه لنا بدل ما نقعد ندايزن جميع الاعمده. ماشي، هنسلكت العمود دوت ونعمل شو سيلكتد اونلي ونعمل نسلكته ونعمل ديزاين. ماشي، النسبة دلوقتي كام؟ نظهر برضو الديزاين انفو بي ام ام ريشيو ندوس اوكي. 1.005 1.005. معنى كده ان العمود اساسا لسه ما سيفش. ده نتيجة ايه؟
نتيجة ان انا كبرت الضلع اللي موازي للمومنت الصغير، انا ما حلتش المشكلة. المشكلة عندي ايه؟ ان المومنت الكبير جايلي موازي للقطاع الصغير، فبالتالي انا رايح دلوقتي اكبر القطاع الكبير. ده مش منطقي. انا دلوقتي ايه الحل بقى التالت؟ لا، الحل التالت بقى هو ان انا هفك الرن بتاعي واروح اعمل define section property دوت العمود بتاعنا. لا، انا هرجعه تاني 700، بس مكان ال 300 دي خليها 350، وهنا هخليها 350 وادوس اوكي. يبقى انا دلوقتي القطاع بتاعي بقى 350 في 700. المفروض ان انا دلوقتي منتظر ايه؟ منتظر تغيير كبير جدا في قيمة البي ام ام ريشيو. ليه؟ نتيجة ان انا دلوقتي المومنت الكبير بيوزيه القطاع الصغير، انا رحت قمت مكبر له القطاع الصغير ده 5 سنتي. طب ده عمل ايه؟ كده القطاع او الضلع اللي بيقاوم المومنت الكبير بتاعي كبر، فبالتالي هلاقي ان العمود بتاعي هيسيف بطريقه كبيره جدا جدا. احنا دلوقتي شفنا البي ام ام ريشيو الاصليه، شفنا الحل الاولاني ان التي ازود التسليح بتاعي، لقيت ان القطاع بتاعي او البي ام ام ريشيو، النسبه بتاعت البي ام ام ريشيو وصلت ل 0.938. العمود سيف، ولكن يا دوبك زي ما بنقول على الحركرك ما سيفش قوي. الحل التاني هو ان انا كبرت الدبس او التي بتاعت القطاع بتاعتي بتاع العمود بتاعي، وصلتها بدل 700 وصلتها 800، لقيت ان العمود برضو ستيل unsafe. هنجرب دلوقتي الحل التالت، وهو ان احنا نكبر العرض الموازي للمومنت الكبير. نشوف هيدينا نسبة بي ام ام ريشيو قد ايه. سلكت العمود، نعمل ديزاين، نعمل ديزاين انفو وادوس ابلاي. النسبة بقت 0.86. طبعا شايفين قد ايه البي ام ام ريشيو قلت، بس جاست ان انا كبرت البعد الموازي الاكبر مومنت، كبرته بس 5 سم. فزي ما انا قلت قبل كده، احنا بنستخدم البرامج بس عشان تساعدنا ان احنا نخلص شغلنا بسرعة، بس لازم نبقى فاهمين. يبقى انا فهمت دلوقتي، قدرت افهم احلل ايه الستريننج اكشن اللي جاي على العمود. فهمت ان انا لو قعدت اكبر القطاع الكبير للعمود مش هستفاد اي حاجة، العمود بتاعي مش هيسيف. انما انا وانس ان انا فهمت قريت الستريننج اكشن بشكل صحيح، انا فهمت يعني ايه ام 2، يعني ايه ام 3. فهمت ان انا دلوقتي المومنت الكبير جاي موازي للقطاع الصغير، فبالتالي انا لو قعدت اكبر الدبس دوت لما لا نهايه العمود بتاعي مش هيسيف. فايه الحل؟ ان انا اسيف العمود دوت، ان انا اكبر البعد الصغير. فبالتالي ده كده كان ملخص ازاي نستخدم الستريننج اكشن، ازاي اظهر الستريننج اكشن على العمود، وازاي اسيف العمود بتاعي ان كيس ان هو كان انسيف. شفنا 3 طرق ان احنا نكبر او نسيف بيهم العمود: نزود التسليح، نكبر ابعاد، ولكن تكبير الابعاد لازم افهم المين او اكبر ستريننج اكشن جايه موازيه لاني بعد من العمود، علشان على اساسه اخد قرار هكبر الاتش ولا اكبر البي. طب خلاص، نظهر بقيه الاعمده مره تانية. شغل سوري، هنعمل سيلكت الاوبجكت الاعمده. انا عايز بس جاست اظهر الاعمده بتاعتي. خلاص كده يبقى انا الاعمده كلها سيفت. طيب لو جينا بصينا مثلا على القطاع دوت، هنلاقي ان البي ام ام ريشيو
بتاعة القطاع او العمود من الاول للاخر كلها اقل من 0.6 العمود ده مثلا. طيب العمود دوت اساسا قطاعه قد ايه؟ ده 400 في 1000. ده عمود كبير جدا جدا. طيب هل ممكن نقلله؟ اه طبعا ممكن نقلله. طيب نقلله ازاي؟ هعمل له سيلكت عليه واعمل assign frame section property واروح مثلا اديله قطاع 300 في 700 ونشوف هتوصل لايه. بس قبل لما اعمل رن لازم اتاكد ان ضرب العمود بتاعي مظبوط. يعني ايه ضرب العمود؟ قلنا قبل كده ان العمود بتاعي ليه اورينتيشن معين. دي الاورينتيشن بتاعت العمود ده suggested من المعماري هو اللي اقترح الحاجه ديت، الاورينتيشن بتاعت العمود ديت، فانا لازم احترمها. طيب اظهر ازاي الاورينتيشن او اعرف ازاي الاورينتيشن بتاعت الاعمده ديت؟ ممكن اعمل لها حل بسيط جدا، ان انا اعمل اكسترود معناها ايه؟ ان انا بظهر البعد او الابعاد اللي موجوده في البرنامج بالابعاد الحقيقيه اللي هي معمول لها ديفاين. معنى ايه؟ ان العمود دلوقتي انا لو عملت اكسترود، فك الرن واعمل اكسترود، هو دلوقتي نعمل اكسترود. لازم طبعا اعمل الاول انديفورمد شيب وبعد كده ادوس على اكسترود. نبص على ضرب العمود دلوقتي هنلاقي ان العمود بتاعي الضرب بتاعه معكوس. لو انا بصيت على العمودين دول دول مظبوطين، انما العمود دوت معمول موازي المحور اكس، فبالتالي هو كده الضرب بتاعه غلط. طيب اعدل ازاي الضرب بتاعه؟ هسلكت على العمود كله اهو، عملت سلكت عليه، هخش على قائمة assign frame. انا دلوقتي عملت سلكت لفريم، هخش على assign frame، اخش دلوقتي على حاجة اسمها local axis. اللوكال اكسس ديت تعتبر ايه؟ بتعبر لي على المحاور بتاعة العمود دوت. طيب العمود ده دلوقتي بيقول لك ان انت عايز تلف العمود بتاعك ده، تلفه باي انجل ولا روتيت باي انجل؟ احنا دايما بنختارها انجل. انا دلوقتي العمود ده عايز يلف ايه؟ عايز يلف 90 درجة، فهخلي الصفر دي 90 وادوس على ابلاي، ارجع اعمل undeformed shape واعمل اكسترود، العمود بتاعي لف. يبقى الضرب بتاع العمود ده كده بقى دلوقتي مظبوط. طيب ناقص اعمل ايه؟ خلاص هلغي الاكسترود، اتاكدت ان الضرب بتاع العمود بتاعي مظبوط. هعمل مش لازم اعمل سيلكت عليهم واعمل رن، ابدا اشوف البي ام ام ريشيو بتاعت القطاع دوت تمام ولا لا، علشان على اساسه انا دلوقتي قللت العمود دوت. فبالتالي ليه انا قلت قبل كده ان البي ام ام ريشيو اللي انا عايزها عشان القطاع بتاعي او الديزاين بتاع الاعمده بتاعتي يبقى ايكونوميك وسيف، لازم البي ام ام ريشيو تبقى قريبه من 0.6 على الاقل، وتبقى اقل من الواحد علشان يبقى العمود بتاعي سيف. طيب هستنى برضو يعمل رن، وبرضو اعمل لهم سيلكت الاعمده بتاعتي واعمل لها ديزاين واظهر نسبه البي ام ام ريشيو. طيب انا كده بنسبه كبيره خلصت اول لوحه ممكن اخرجها، وهي لوحه المحاور والاعمده. انا دلوقتي عملت ديزاين للاعمده بتاعتي، ناقص ان انا اعمل لها اللوحه على الاوتوكاد. طيب هسلكت الاعمده بتاعتي واعمل ديزاين ليها ونشوف العمود اللي انا قللته دوت هل بقى سيف ولا لسه انسيف. طيب البي ام ام ريشيو بتاعته وصلت لكام؟ بي ام ام ريشيو 0.54، يعني يا دوب سيف. فبالتالي كده انا الاعمده بتاعتي كلها سيف. طيب نلاحظ حاجه غريبه، ان دايما البي ام ام ريشيو بتاعتي بتبقى تحت كبيره
وكل لما اجي اطلع تقل. مثلا نشوفها في العمود ده، نشوفها في العمود ده، بدأت ب 0.34، كبرت بقت 0.569، بعد كده وصلت 0.494، بعد كده 0.384، قلت برضه، وصلت هنا 0.67، 0.59، 0.42. فدايما لو احنا بصينا على البي ام ام ريشيو هنلاقيها في الادوار اللي فوق صغيره، فده هيخلينا نشرح موضوع مهم جدا بنطبقه في الاعمده، وهو قصات الاعمده. طيب يعني ايه قصات الاعمده؟ العمود عندنا ما بيطلعش من البيز لحد الدور الاخير بنفس القطاع. ليه؟ لان انا فاهم ان دايما الستريننج اكشن تحت بتبقى كبيره، وكل لما اطلع فوق بتقل معايا. فبالتالي كل لما اطلع فوق المنطقي ان انا، او عشان احصل على ديزاين ايكونوميك اكتر، ان انا اقلل قطاع العمود. انا مش محتاج قطاع العمود اللي موجود تحت ده يكمل معايا. طيب احنا بنقص ازاي؟ طيب قيمة القص قد ايه؟ طب كل قد ايه؟ كل ده اللي احنا هنشوفه كمان شوية. طيب مبدئيا كده انا عايز الاول اظبط القطاعات بتاعتي، لان انا دلوقتي اللي المفروض اعمله دلوقتي هو ان انا اخد الاعمدة ديت مع المحاور ديت واعمل لها كوبي، وانزل اجهز اول لوحة عندي وهي لوحة المحاور والاعمدة. طيب مبدئيا كده لازم طبعا اول حاجة اعملها ان انا افتح الاكسل او الايتابس سوري، وابدا ان انا اشوف الاعمدة بتاعتي مطابقة كقطاعات ولا لا. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي العمود دوت هعمل edit in place، او ممكن امسك الاعمدة ديت بلاش اعمل لها اكسبلود واخش جواها جوه البلوك، وابدا دلوقتي انا العمود بتاعي دوت العرض وصل لكام؟ ل 30، فبالتالي معنى كده ان هو هيقل 100. تمام كده، ده العمود بتاعي كده بقى 300، والطول بتاعه بدل 1000 بقى 700، فبالتالي هيخس 300 بالشكل دوت. فبالتالي ده اصبح العمود الجديد بتاعي. طبعا انا عارف هنا مثلا ان العمود دوت كان 700 في 300، فلا 700 في 300 بقى 350، فبالتالي هيزيد 5 سنتي. فبالتالي ده اصبح الشكل بتاعي الجديد بتاع الاعمدة. هدوس على سيف تشينجز وادوس اوكي. خلاص دي بقى الاعمدة بتاعتي. طيب الاعمدة ديت علشان تبقى يقدر ان المقاول ينفذها، لازم اقول له العمود دوت بيبعد قد ايه عن المحاور بتاعته. انا عارف ان انا دلوقتي عايز اول حاجه بتتنفذ في المشروع هي المحاور. طب انا دلوقتي عايز انفذ العمود دوت، هنفذه ازاي؟ خلاص هروح دلوقتي اختار اللاير بتاعت الدايمنشن، واروح اقول له والله انا الضلع دوت يبعد عن الاكس دوت 60 سنتي، ويبعد عن الاكس ده 60 سنتي بالمثل. طيب العمود دوت بيبعد عن الاكس دوت 60 سنتي، طيب وبيبعد عن الاكس دوت بالمثل 60 سنتي، وهكذا على جميع الاعمده. طيب اقدر مثلا نشوف عمود ما يكونش لاقط اكس، كل الاعمده بتاعتنا لاقطه اكسات. طيب عمود زي ده مثلا انا مش لاقي له اكس معدي ليه، خلاص اشوف له اقرب اكس. هقول مثلا ان هو يبعد من هنا 105
90 ويبعد من الاكس دوت 60 سنتي، وهكذا من الناحية ديت. انا عارف ان العمود دوت سيمتريك، يبقى 195 بالمثل و 60 سنتي بالشكل دوت. العملية دي اسمها ايه؟ عملية ديت اسمها تأكيس. يبقى انا مطالب اعمل ايه؟ ان انا اعكس العمدان ديت كلها. علشان كده انا دلوقتي حصلت على لوحة المحاور والأعمدة. طيب ناقص أهم حاجة وهي نمذجة العمدان ديت. يعني إيه نمذجة؟ نمذجة يعني إن أنا دلوقتي الأعمدة المتشابهة هديها قطاع أو مسمى قطاع واحد. يعني مثلا العمود دوت على سبيل المثال أنا عارف إن هو 700 في 300، والعمود دوت بالمثل 700 في 300. خلاص معنى كده ان ال700 في 300 ده وال700 في 300 ده انا ممكن اديهم مسمى واحد بس في المقابل لازم يبقوا متساويين كتسليح. انا هروح على الايتابس دلوقتي وادوس كليك يمين عليه. القطاع ده كان 300 في 700 محطوط فيه 12 تي 16. اروح على القطاع دوت ده 300 في 700 برضو محطوط فيه 12 تي 16. معنى كده ايه؟ معنى كده ان العمودين دول اقدر ان انا اديهم قطاع واحد. هروح دلوقتي على اي لوحة من اللوح بتاعتي، اخد تكست واروح اديلهم اول قطاع وليكن C1. خلاص يبقى انا كده العمود ده بقى اسمه C1، واعمل كنترول كوبي وهروح برضو ادي العمود ده نفس القطاع. عارف ان الاعمدة بتاعتي سيمتريك، فبالتالي هروح اغير كمان العمود دوت اخليه 300 في 700. ده 1000 اس 30 بالشكل دوت، واعمل له سيف. خلاص واروح اديله برضو C1. طيب الاعمدة ديت لو احنا افتكرنا الشكل بتاعنا، الاعمدة ديت بتيجي عند دور وتقف ويظهر العمود دوت. معنى كده ان الاعمدة ديت يستحسن ان هي تاخد نموذج مختلف عنهم حتى لو كانوا نفس القطاع، ولكن ياخدوا نموذج تاني. ليه؟ نتيجة ان هم هيجوا عند دور معين وهيقفوا. خلاص اروح مثلا اقول ان دول بقوا C2 وهديهم برضو التأكيس بتاعهم، يبعدوا عن الاكس ده كام والاكس ده كام علشان برضو الراجل المقاول يقدر ينفذهم. طيب انا دلوقتي عندي عمود اوريدي موجود هنا مزروع. خلاص انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل له ريكتانجل بالشكل دوت واعمل له موف من الاكس دوت من الجريد دوت للجريد دوت، واعمل له ادخله جوه، اديله لاير بتاعه الاعمده، وممكن اعمل له هاتش مثلا اكس، كولوم هاتش مثلا اكس بالشكل دوت. وده طبعا ياخد نموذج مختلف. وده هيبدأ منين؟ هيبدأ من الدور بتاع الارضي الجراوند وهيكمل معايا لفوق. طيب كده يبقى انا خلصت العمود ده. مثلا هنبدأ نشوف العمدان اللي موجودة هنا، هنلاقيها ان هي لو احنا متذكرين كانت كلها 350. ده مثلا 350
ده مثلا 300 في 700، العمود ده 300 في 700، يبقى ده العمود اللي هو 350. طيب نروح هنا نبص على العمدان اللي هنا ديت، هنلاقيها 350 بس 12 في 16، ده 300 في 700 بس. يبقى نبص على العمود دوت والعمود دوت، ده 300 العمود دوت 350 700 في 350 12 16، والعمود ده احنا خليناه 350 12 18. معنى كده ان انا ممكن اخليه اخلي العمدان ديت العمود دوت والعمود دوت والعمود دوت ممكن اخليهم نموذج واحد. بس في حاجة، ان العمود دوت 350 في 700 بس محطوط فيه 12 18، انما انت لو بصين على العمود دوت هنلاقيه 350 700 بس 12 16. هل ممكن اغير دوت واحط اخليه نفس النموذج بتاع ده؟ نفك الرن ونعمل ايه؟ نعمل سيلكت على العمود ده، نعمل له assign frame section property، نخليه 350 12 في 16، نعمل ابلاي واوكي. اول لما اعمل assign اروح اشوف الاكسترود، اشوف ضرب العمود مظبوط ولا لا. لو بصينا على العمود ده الضرب بتاعه مظبوط، يبقى انا كده العمود دوت بقى تمام. خلاص هروح دلوقتي اكمل بقية النمذجة. خلاص يبقى انا فهمت ان العمود دوت والعمود دوت والعمود ده هيبقوا نموذج تاني. طيب المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ نروح على اي مشروع قديم ناخد منه جدول التسليح بتاع العمدان ونبتدي ان احنا نملاه. طيب نستنى لحد لما يعمل رن و نشوف هنملى ازاي التسليح بتاع الجدول التسليح بتاع العمدان، ونشوف ازاي هنعمل قصات العمدان. طيب كده الايتابس عمل رن. اول حاجه بس هلغي الاكسترود وهعمل ديزاين، هشوف العمود بتاعي هيبقى سيف لما يبقى 350 في 700 بس يبقى فيه 12 تي 16. اخش اشوف البي ام ام ريشيو بتاعته وصلت لكام، 0.887، فبالتالي سيف. يبقى انا كده دلوقتي عرفت ايه؟ عرفت ان العمود ده 350 في 700 والعمود دوت 350 في 700 والعمود اللي هناك دوت 350 في 700، فبالتالي ياخدوا نفس النموذج. طبعا ده احنا قلنا مثلا هنسميه C3. انا كده وصلت للسي 1 ده 300 في 700، C2 وC3 دول عمدان علشان هيقفوا فخدوا نموذج تالي. قلنا العمود دوت بقى مثلا نسميه C4، ده 350 في 700، ناخد كوبي سبيس بوينت من هنا لهنا، ده برضو عمود 350 في 700 وده 350 في 700. نركب بس على الأبعاد، ده 300 يبقى مش هو ده، هو باين هو العمود ده 350 في 700، يبقى ده تاخد موف من هنا لهنا. يبقى أنا كده فهمت إيه القصد من النمذجة، إن أنا بشوف الأعمدة اللي ليها أبعاد ونسبة تسليح أو الحديد اللي محطوط فيها واحد بيبقوا بنفس القطاع. طيب شفنا دلوقتي يعني إيه نمذجة. طيب يعني إيه بقى قص عمدان؟ زي ما قلت إن العمود بتاعي في الحقيقة لما باجي أنفذه مش بطلعه من الأساسات لحد الدور الأخير بنفس القطاع.
لا، بقص العمود بتاعي لان انا مش محتاج ال H وال B بتاعتي او ابعاد العمود بتاعتي فوق بنفس القطاع اللي موجود تحت. ليه؟ لان انا عارف ان الستريننج اكشن فوق اقل مومنت ونورمال، فبالتالي مش لازم ان انا استخدم القطاع كامل فوق. طيب بعمل له ايه؟ بقص. طيب بقصه يعني بقلل له الابعاد بتاعته سواء كانت البي او الاتش سيان. المهم ان انا بقلل الابعاد بتاعته. طيب بقلل كل كام دور؟ جرى العرف ان هو القص بيتم كل دورين. في ناس تقول لك لا، قص كل 3 ادوار. فبالتالي انت المفروض ترجع للسينيور بتاعك سواء كان الدكتور او السينيور بتاعك في الشغل وتعرف منه هتقص كل قد ايه، دورين او 3 ادوار. طيب بنقص قد ايه؟ عادة جرى برضو العرف ان احنا بنقص 50 ملي، يعني 5 سنتي. بنقلل ابعاد العمود 5 سنتي سواء كان في البي او التي، بس عادة بنقلل في التي نتيجة ان التي بعده بيبقى كبير فممكن نقلل فيه، انما بنسيب عرض العمود على الاقل يبقى 25 سنتي. طيب نقلل ازاي بقى او نعمل ازاي القصات؟ طيب الاول نشوف ازاي نبدأ نعمل جدول الاعمدة. طيب انا دلوقتي نمذجت ايه؟ نمذجت اول عمود اللي هو سي 1، نمذجت سي 2، سي 3 وسي 4. هنمذج دلوقتي معاكم سي الاربع اعمدة دول وبالمثل بقية الاعمدة، بس دي ناخد الفكرة اللي موجودة عندنا. طيب انا دلوقتي جبت لكم لوحتين مهمين جدا. اول لوحة اللوحة بتاعتنا بتاعت الماتش بتاعتنا دي هنلاقي فيها جدول التسليح بتاع الأعمدة. هرفعه لكم برضو في الفيديو دوت علشان لو هتستخدموه. طيب ده الجدول بيتكون من ايه؟ الجدول دوت بيقول لك الفلور بتاعك اهو، ده الرو دوت ده عبارة عن الفلور، والطيب هنا النموذج سواء كان سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. معاك ممكن تعمل كوبي للجدول دوت بخانات سواء كانت في الصفوف او الاعمدة. طيب اللوحة التانية هي عبارة عن ايه؟ عن التفاصيل الانشائية. هتلاقوا فيها تفاصيل كتيرة جدا. احنا هنهتم بتفاصيل الاعمدة. فيها معظم الاعمدة سواء كان البي بتاعتك 25 30 35 40، التي بتاعتك بداية من 25 لحد متر ونص. فبالتالي في هنا معظم القطاعات. طيب لو في قطاع مش موجودة خلاص هتضطر ان انت ترسمه مانوال، ولكن لازم تخلي بالك من اشتراطات الكود بالنسبة للكنات، ان كل السبيسنج كل ما تزيد عن 250 يبقى انا محتاج ان انا امسك جميع السياخ بتاعتي. طب لو مسافة اقل يبقى همسك سيخ واسيب سيخ. جميع الاشتراطات اللي احنا عارفينها بالنسبة للكنات. طيب خلاص انا هعمل ايه؟ هملى الجدول بتاعي. طيب هملى الجدول ازاي؟ خلاص هدوس اول حاجة كوبي من التكست دوت، واول حاجة هعمل نمذجة لسي 1. ادخلها بس كده جوه واخد منها كوبي سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. اعدل التكست اللي هيحصل بالنسبة للأعمدة ديت هنتكرر على جميع الأعمدة، ولكن احنا بس جاست بناخد الفكرة. طيب ادي دي كده انا مليت اول حاجة المسميات او التايب بتاعتي. طيب انا هقص كل قد ايه؟ هقص كل دورين، بمعنى ان انا هخلي القطاع بتاعي في الدور البيزمنت والجراوند يبقوا نفس القطاع، وهخسس العمود بتاعي من اول الفيرست للفيرست والروف يبقى قطاع تاني. يبقى انا هقص كل دورين. طيب هخس العمود قد ايه؟ هخسه 5 سنتي
وارد ان انا كمان اشيل سيخين من العمود. نجرب. الفكرة في القص ان انا اروح اللي انا هعمله في الكات لازم اروح اطبقه مرة تانية في الاتابس. بمعنى انا دلوقتي قررت ان العمود ده مثلا اللي هو 300 في 700 في 12 تي 16 انا هخليه يكمل بالقطاع ده لحد الجراوند. بعد الجراوند هيبقى 300 في 650 وليكن 300 في 650. وفي المقابل هشيل منه سيخين، بدل ما هو 12 16 هخليه 12 او 10 16. طيب تعالوا نروح نجرب نعمل الحركة دي. اول حاجة هروح على التفاصيل بتاعتي. انا العمود بتاعي 300 في 600 يبقى بالشكل دوت. انا العمود بتاعي فيه كام؟ فيه 12، فبالتالي دوت فيه 4 اسياخ و4 اسياخ وسيخين يبقوا 10. انما العمود دوت فيه 5 و5 و2، يبقى انا هاخد العمود دوت اخده كوبي واروح اللوحة بتاعتي فكرة ان هو صغير ممكن نعمل له سكيل في 1000. بقى كبير ممكن مثلا سكيل نقلله مثلا النص. وليكن ده الشكل بتاعي، ممكن نقلله كمان النص. سكيل نص. بالشكل دوت تمام. بعدين نبقى نظبط الأبعاد. هو وصل كام؟ 75. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن ناخده كوبي ونحطه هنا، مثلا نعمله بلوك نسميه مثلا C1 اسم البلوك، واعمل له سكيل كت هنا واحطه هنا مثلا، واعمل له سكيل بالشكل دوت. فكده انا حافظت على قطاع العمود وتمام. طيب ده هيتم في ادوار ايه؟ هيتم في البيزمنت فلور and احرك بس التكست كده واخد من ده copy and ground floor. يبقى انا دلوقتي عرفت ان العمود ده انا هستخدمه منين؟ من البيزمنت للجراوند، او ممكن اكتب مثلا وليكن from basement floor. امسح مثلا ديت واحاول ان انا اظبطها كده بالشكل دوت. مثلا اموف التكست دوت كده واكتب هنا to ground floor. وليكن انا حبيت اكتبها من كده ان هو من البيزمنت للجراوند، ده القطاع بتاعي. طيب عندي from
first floor move شكل دوت. ممكن كمان اموف الخط ده. طبعا انا مش عايز، او ده يعتبر اخر دور عندي، اسلكت الخط دوت واعمل له تريم هنا وهنا وهنا. يبقى ده كده ده اخر دور عندي. هعمل موف للتكست دوت واعمل اخد من ده كوبي واكتب تو روف. يبقى انا فهمت ان القطاع اللي انا هستخدمه هنا ده، القطاع دوت هستخدمه من الفيرست فلور لحد الروف. طيب انا قلت ان انا هعمل القصة التانية 300 في 650. نروح نشوف هل عندي 300 في 650. لأ. طيب خلاص ممكن مثلا اخليه 25 في 70. بس انا كده قصيت في البي. عادي مش مشكلة، نروح نخليه 25 في 60. وقلت ان انا كمان هشيل منه سخين. طيب انا دلوقتي العمود بتاعي كان موجود فيه 10 سياخ. 25 في 70، وهنا للأسف مفيش 25 في أو 30 سوري في 65. ممكن مثلا نخليه 30 في 60، نخسسه مرة واحدة 10 سنتي. نجرب ماشي. وهنخلي التسليح بتاعه يخس كمان سخين. زي ما قلت القص بتاع الأعمدة ده في مدارس منه كتير. طبعا زي ما قلت ان انا بخسس العمود 5 سنتي، بس انا هنا هخسسه 10 سنتي ونشوف ايه الدنيا هتوصلنا، الديزاين هيوصلنا لايه. اعمل بلوك مثلا اسميه C11 مثلا عشان ما يتعارضش مع المسمى اللي قبليه. سكيل ده طبعا المفروض يبقى 300 في 700. احنا اللي غلطانين، اخترناه من مكان خطأ. تمام. هو المفروض ان هو العمود دوت كوبي، تشيل البلوك دوت، نعمله بلوك C1 already redefine. تمام. نعمل سكيل بالشكل دوت. تمام. يبقى كده العمود بتاعي تمام. خليته المفروض نخليه 30 في، ناخد 30 في 60. ادي 30 وادي 60. تمام. هنحط فيه 5 5 5 12. لأ، هنحط فيه 10 16. كوبي. تمام. 30 في 60 محطوط فيه 10 16. احطه جوه بلوك C11 مثلا، يعمل له ريديفاين. اعمل سكيل واكبره بحيث ان هو يبقى فت عندي. بالشكل دوت. خلاص يبقى انا كده خلصت اول قصة. ان العمود بتاعي كان 30 في 70، خليته 30 في 60 وقللت
الحديد فيه. طيب ده كان بالنسبة لسي واحد، العمودين دول، وليكن مثلا الثلاث عمدان دول. طيب سي اتنين، لا ده سي اتنين دوت مكمل معايا جاست لحد الجراوند، وبعد كده في الفيرست والروف ما بقاش موجود خلاص. يبقى ده برضو 30 في 70 كوبي، 30 في 70، ولكن هنا ما بقاش موجود خلاص. اعمل مثلا شرط. طيب سي 3 هو خلاص كده مش هيتقص العمود ده نتيجة ان هو اصلا طلع معايا دروين. طيب سي 3، سي 3 ده اللي هو العمود المزروع. العمود المزروع بتاعي بدأ من الدور الجراوند لحد فوق عكس العمودين دول، فبالتالي برضو هو 30 في 70. بس العمود دوت بدأ منين؟ بدأ من من الفيرست للروف، ولكن هو ما كانش طالع معايا من البيزمنت والجراوند، فبالتالي هعمل له شورت. طيب سي 4، سي 4 ده كان 350 في 700 ومحطوط فيه 12 16. طيب هروح الجدول اجيب 35 في 70، 35 في 70 محطوط جواه 5 و5 12، يبقى ده 14. ممكن أعدل فيه التسليح بتاعه. ده محطوط فيه 5 و5 10 و12 14 سيخ. ممكن أعدل في التسليح بتاعه، أو في حل أحسن، وهو إن أنا أروح أعرف النسبة أو الحديد دوت اوريدي جواه الحلين بالنسبة لنا تمام. ممكن أخليه الحديد دوت بتاع الكنات، أعمل له موف وأخليه هنا بالشكل دوت. أعمل سيف سكيل. بالشكل دوت. ده كده عمود طبعا التسليح بتاعه بلوك. اروح اعمل ايه؟ خلاص ممكن مثلا اشيل السيخ دوت والسيخ دوت، ده ان كيس ان انا احقيه على التسليح بتاعي اللي هو ال 12. هعمل بس موف وموف بالشكل دوت. دلوقتي اصبح ايه عندي؟ اصبح ان عايز اعرف بقى المسافة ديت ما بين السياخ وصلت كام. انا دلوقتي بحسبة بسيطة جدا، انا القطاع بتاعي 350، هطرح منها 2 الكفر. كفر الأعمدة ب40 مثلا، يبقى وصلت 270. عندي كام سبيسنج؟ ادي سبيسنج وادي التاني، يبقى على الاتنين يبقى 135. يبقى اربط سيخ واسيب سيخ، اربط سيخ واسيب سيخ. طيب تعالوا نجرب بالنسبة لهنا. العرض دوت قد ايه؟ 700. اطرح منها 2 الكفر، 2 في 40 يبقى قالي 620. في كام سبيسنج؟ 1 2 3 4، يبقى على الأربعة. أقل من 250 يبقى أنا أمسك سيخ وأسيب سيخ. أدي واحد مثلا، مسكت ده يبقى أسيب ده يمين، أو ممكن كمان أسيب ده وأمسك ده بكنك حباية. الاتنين حلين مقبولين. يبقى أنا كده تأكدت إن الكنات بتاعتي مظبوطة. همسح بس التكست دوت وأموف دوت. يبقى احنا شفنا ازاي نعمل edit على العمود بتاعي. خلاص العمود ده كده بقى مظبوط.
طيب العمود دوت هيطلع فوق، انا مثلا هقرر ان هو يرجع تاني 30 في 70 مثلا، وهسيب جواه نفس التسليح. خلاص هروح هناك اجيب 30 في 70 ويبقى جواه برضو 12 12 16. والعمود ده يعتبر، يبقى انا العمود بتاعي بدأ ب35 في 70 محطوط فيه 12 16، هخليه 30 في 70 ويبقى جواه برضو 12 في 16. طبعا دي المفروض تبقى 16. ممكن نخش جوه البلوك ونعدل ال 12 دي، خليها 16، ونمسح التكست دوت ونعمل كوبي. شغل الأورسو 5 وممكن زد واخلي ديت 2، اعمل اوكي، و4 و2، اخلي بس نزود هنا 2. ونزود ديت 2 ونعمل اوكي. خلاص يبقى انا كده ديت النمذجة بتاعت العمدان بتاعتي. هروح دلوقتي اطابق القصات ديت فين؟ في برنامج الايتابس. اول قصة بالنسبة للعمدان، انا دلوقتي هعمل فوكس على انهي عمدان؟ العمدان ديت، فبالتالي عمود زي دوت وعمود زي دوت وعمود زي دوت هيبدأ من تحت ب 30 في 70 محطوط فيه 12 16، هيطلع فوق هيبقى 30 في 60 محطوط فيه 10 16. نشوف هل القصة دي هتنفع ولا لأ، هتسيب أقصد ولا لأ. طيب ادي 30 في 70 ممكن اخد منها اد كوبي، بس طبعا قبل لما اعمل العملية ديت افك الرم واعمل define frame section، اخش ولا انا اوريدي عندي ال30 في 60 اهو. خلاص هسلكت الجزء دوت والجزء دوت والجزء دوت والجزء دوت واعمل assign frame section property، يبقى 30 في 60 وهيتحط جواه 10 16 وادوس ابلاي. قبل لما اتحرك اعمل اكسترود عشان اعرف هل الضرب مظبوط ولا لا. شايفين القصة؟ قطاع بدأ بقطاع كبير وبعد كده فوق قل. طيب المفروض كنا نسلكت العمود ده بالمرة، نلغي الاكسترود بالشكل دوت ونعمل ابلاي انديفورمد ونشوف هنلاقي هنا ايه؟ ان العمود بتاعنا الضرب بتاعه لف. طيب خلاص سهلة، هنسلكت العمود ده نعمل assign frame local axis ونخلي ديت ب0، نعمل extrude مرة تانية. ملفش، يبقى خليها 90 و deformate وشوفها، هنلاقي الضرب بتاع العمود اتظبط. نعرف العمود دوت
متعرف كام في كام. ده 400. لسه دوت قديم بالشكل دوت، لسه معمول 400 في 1000. طبعا زي ما انتم شايفين تحت العمود ملفوف. خلاص سيلكت واعمل له روتيت 90 درجة، بقى كده شكله مظبوط اهو، مظبوط. طيب ايه العمود العمدان التانية؟ العمودين دول، العمود ده 350 في 700، هنخليه 300 في 700 وجواه برضو 12 16. خلاص يبقى انا دلوقتي العمود دوت هعمل له assign frame section property، هخليه 300 في 700 من undeformed واشوفه تمام كده بقى مظبوط. تلتمية وخمسين، خلاص بقى سيلكت العمود دوت والعمود دوت واعمل له كده تمام. العمودين دول اروح للعمود الاخير 350 في 700، سيلكت اخر دورين واخليهم بالشكل ده. بقى كده القطاعات بتاعتي مظبوطة. العمدان المزروعة دي 300 في 600 مش 300 في 700. ده 300 في 700، لا 300 في 600. اروح على 300 وال 600 محطوط فيهم كام؟ 10 16، يبقى هو ده. و 300 في 600 كوبي، ونروح هناك نعمل له لوك اتنين وليكن، واسلكته واعمل سكيل بالشكل ده، واخده هنا احطه كوبي. يبقى انا كده ظبطت العمدان ديت وظبطت القصة ديت. يبقى انا كده يعتبر ظبطت العمدان بتاعتي. هلغي بس الاكسترود واروح اعمل رن، نشوف هل القصات او القصة اللي انا عملتها دلوقتي بقت مظبوطة، يعني ادتني ان العمود سيف، ولا القصة بتاعتي ديت كانت كبيرة جدا عن العمود وبالتالي هيبقى انسيف. زي ما قلت القصات بتاعت العمدان فيها كذا مدرسة. المدرسة الأولانية بتقص كل دورين، المدرسة التانية بتقص كل 3 أدوار. القص بيبقى قد إيه؟ مقداره قد إيه؟ عادة ما بنقص 5 سنتي، وممكن لو في إمكانية إن احنا نشيل سخين من العمود تمام. مفيش إمكانية خلاص بقلل بس الكونكريت وأشوف. المهم إن أنا القصات اللي أنا عملتها هنا أروح أطبقها في الإيتابس، أعرف هل العمود هيبقى سيف ولا انسيف. ما اكتفيش ان انا اعمل القصات وخلاص، يعني انا مش هروح اعمل القصات بتاعتي على الاوتوكاد عملتها ديفاين ومن غير ما اروح اطبقها في الايتابس، لان انا كده يعتبر ما عملتش حاجه. خلاص هسلكت الاعمده بتاعتي واعمل لها ديزاين
اظهر بعد كده البي ام ام ريشيو ونشوف هل الاعمدة بتاعتي سيف ولا انسيف. زي ما احنا شايفين الاعمدة بتاعتي سيف على القطاع الجديد، كل الأعمدة بتاعتي سيف، حتى ده العمود اللي احنا خليناه 300 في 700 ومن تحت كان 350 في 700. العمود اهو سيف 300 في 700 وهو من تحت كان 350 في 700. معنى كده ان القصات اللي انا عملتها ديت بقت او اللي طبقتها في الاكسل بقت مظبوطه. طبعا السيستم اللي انا مشيت بيه في الاربع عمدان دول هروح اطبقه في جميع العمدان بتاعتي. طيب دلوقتي هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي الشير وول او الكورز بتوع المنشأ دول. ان شاء الله المرة الجاية هنشوف ازاي بنعمل ديزاين للكورز والشير وول، ونشوف هل برضو بيتعمل لهم قص للحوائط ولا مفيش. يبقى احنا النهاردة اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان احنا نعمل ديزاين مرة تانية للأعمدة بتاعتنا، فهمنا يعني الستريننج اكشن بتاعتنا ازاي نسيف العمود لو كان unsafe، سواء نكبر البي ولا التي، نفهم ايه الستريننج اكشن الكبيرة اللي على القطاع بتاع العمود، ونبدأ ان احنا نختار لها الحل المناسب ليها. فهمنا ازاي ننمذج الأعمدة بتاعتي، وازاي اعمل القصات بتاعت العمدان بتاعتي، والاهم من كده ان انا اروح اطبقها في الاتابس بتاعي واعمل لها رن مره تانية واشوف هل القصه ديت العمود ستيل سيف ولا لسه ستيل انسيف. ان شاء الله الفيديو الجاي هنشوف الديزاين بتاع الكور والشير وول. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.